سوف نتعرف في هذا المثال على كيفية دمج مجموعة من الأشكال معا في عنصر واحد، إذ أننا قد نحتاج بعد إدراج الأشكال إلى صفحة العمل إلى إجراء نفس التعديلات على هذه الأشكال في وقت واحد، وبالطبع يمكننا إجراء هذه التعديلات على كل عنصر منها بشكل منفصل، ولكن هذا قد يستغرق الكثير من الوقت والخطوات في حالة وجود عدد كبير من العناصر. وباستخدام الأمر جروب يمكننا دمج مجموعة من الأشكال معا في عنصر واحد. فمثلا الشكل الذي نراه يتكون من 3 عناصر، وبالضغط بالمؤشر مع السحب على أحد هذه العناصر سوف يمكننا إزاحته منفردا، ولا يتم إزاحة باقي العناصر، حيث أن كل عنصر من هذه العناصر منفصل عن العناصر الأخرى. ولدمج هذه العناصر معا لا بد من اختيارها أولا، سواء بالضغط بالمؤشر على العناصر أثناء الضغط على مفتاح شيفت من لوحة المفاتيح، أو بفتح نافذة اختيار حول هذه الأشكال. فنضغط بالمؤشر مع السحب حول العناصر لاختيارها، ثم نفتح القائمة درو ونختار جروب، والآن نضغط بالمؤشر مع السحب على أي من هذه الأشكال، فنجد أنه يتم تحريك جميع العناصر في نفس الوقت. وعند عمل أي تعديل على أي من هذه العناصر سوف يتم تطبيقه على جميع العناصر الأخرى. فنضغط بالمؤشر مع السحب لأحد نقاط التحكم في القياس الموجودة حول العنصر، ونقوم بتغيير القياس، وكما نرى أنه يتم تكبير وتصغير جميع العناصر معا. وإذا أردنا تغيير أبعاد أحد هذه الأشكال بدون التأثير على باقي الأشكال نختار مجموعة العناصر ونفتح القائمة درو ونختار الأمر Ungroup، والآن نختار العنصر الذي نريده ونغير قياسه كما نريد. ولإعادة دمج العناصر مرة أخرى نقوم باختيارها مرة أخرى، ثم نختار جروب من القائمة درو.